أنا الجندي محمد عنتر من كتيبة الحراسة المدافع عن مطار رفيق الحريري الدولي. أعلن شكاكي عن الجيش اللبناني الذي يقاتل في سبيل الطاغوت دفاعا عن حزب الشيطان وانضمامي إلى المجاهدين في جبهة النصرة الذين يقاتلون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله والدفاع عن أهل السنة. وراح أذكر بعض الأحداث مثل معركة عبرة لما قتل أفراد حزب الشيطان العسكر بالجيش اللبناني واتهم أهل السنة فيهم، وكان عم يتجول ببدلة المجاورة باللباس العسكري وقدام عيون اللي كانوا ما كان حدا قال بيحكي معه شيء، طبعا لأنه حزب الشيطان هو حكم الدولة بجميع مؤسساته. ننتقل على أحداث طرابلس لما كان أهل جبل محسن عم يضربوا ويقصفوا مدينة التبانة، وكان الجيش اللبناني واقف عم يتفرج عليهم وما حدا قدر يحكي معهم شيء. أما ابن التبانة لما كانت تطلع طرقة رصاص منه اتشتت الدنيا عليه كنابل ورصاص وتقميص. بالإضافة إنه الجيش اللبناني كان عنده مطلوبين قلب التبانة، ولما كان بده اياهم كان يصفين يا بقلب المنطقة يا برات المنطقة. اما مطلوبين جبل محسن فكانوا يروحوا يسرحوا ويجوا على كيفهم. مثلا رفعت عيد كانت ملات الجيش كانت تطلعوا كانوا يودوا لهم الخبز بقلب ملات الجيش. اما بمنطقة التبانة كانوا حاصرين ومعينين عنا الاكل والشرب، ودمر بيوتها وشردوا اهالي، وبالاخر شباب السنة زبطوا كلهم بالسجون واصدر بحقهم الاف مذكرات توقيف. بينما شباب جبل محسن عم يسرحوا يمرحوا على كيفهم، الضايعين رايحين جايين من سوريا للبنان لجبل محسن تحت غطاء الجيش اللبناني. اما في عرسان فما في داعي احكي، الصور اللي شفتوها هي بتحكي عن ظلم الجيش اللبناني للمدنيين، ان كان من الاخوان السوريين اللاجئين ولا من كان من اهل عرسان اللي اعتقلوا المئات منهم ومن دون ذنب، وحرقوا لهم الخيم واعتقلوا رجالهم واطفالهم وضرب النساء وشتمهم وتشريدهم من بيوتهم ومن خيمهم وحرقهم. وبنصح الشباب من اهل السنه اللي بعدهم بالقصص الطاغيه انه يطلعوا منها باسرع وقت، لانه الله امرنا بمحاربه الطاغوت واعوانه. حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.